أحمد عسيري ينقلب على آل سعود وظهور مفاجئ له في كندا يثير جنون محمد بن سلمان. وزير الخارجية السعودي يؤكد توتر العلاقات مع الإمارات، هكذا وصف الأمر من لندن. السعودية تعلن موقفها بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية. بعد شهرين في السعودية شاهد بنات رونالدو يتحدثن العربية. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة، ولكن قبل المتابعة نرجو منكم الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. انقلب أحمد عسيري وهو أحد المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأحد مستشاريه عليه، وهو الذي كان قد شغل سابقا منصب المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وذلك في ظهور مفاجئ له في كندا يوم أمس، إذ قام ومن خلال مقابلة تلفزيونية مع مجلة واشنطن بوست الأمريكية بالكشف عن ملفات خطيرة تورط فيها ولي العهد بن سلمان، لا سيما على صعيد حرب اليمن، تحديدا فيما يتعلق بالجانب الإنساني في هذه الحرب والأوامر التي كان يصدرها الأخير بشكل سري بعرقلة مرور المساعدات للمدنيين. كما أكد من خلال المقابلة أن لديه مستندات ووثائق تدين بن سلمان في هذا السياق، مضيفا أنه يمتلك مستندات أخرى تتعلق بجرائم ولي العهد داخل المملكة العربية السعودية، تحديدا ما يتعلق بتعذيب معارضيه داخل سجونه السرية، مؤكدا أن ما يجري داخل هذه السجون مع عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز وابن عمه محمد بن نايف إنما هو تصفية بالبطيء وسط مخاوف بن سلمان تجاههما باعتبارهما منافسيه الأبرز على العرش، وقد يتحقق لأحدهما ذلك. فيما أن عسيري أوضح أن كل معلوماته تتعلق بكونه ليس مقربا من بن سلمان فقط، وإنما لأنه كان مسؤولا عسكريا سابقا ومطلعا عن قرب على عديد من الملفات الحساسة، لا سيما وأن بن سلمان كان يثق به قبل أن يجرده من منصبه قبل عدة أعوام لصالح العميد ركن تركي بن صالح المالكي كمتحدث الرسمي باسم التحالف، دون ما سابق مقدمات وفق عسيري الذي قال إن بن سلمان يعيش في قلق دائم، وهو ما يجعله يفقد ثقته بمن حوله فيتخلى عمن يتخلى ويعين أفرادا جددا بشكل دوري، معتقدا أنه بذلك يحمي نفسه. يبدو أن الصحافة الأمريكية من طرفها قررت استغلال غضب اللواء عسيري على بن سلمان من أجل كشف أسرار من شأنها أن توضح المزيد من الحقائق حول بن سلمان الذي أفلت من عدد من القضايا، لا سيما بعد حصوله على الحصانة في أعقاب تنازل والده العاهل السعودي الملك سلمان له عن منصب رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي تعاطت معه الإدارة الأمريكية في البداية، بينما ظلت تناور من أجل ترويضه للوصول على اتفاق ما بالحد الأدنى فيما يتعلق برفع الإنتاج اليومي من النفط، ما يغطي حالة العجز القائمة والتي زعزعت ومنذ قرابة العام ثقة الشارع الأمريكي بالرئيس جو بايدن، بينما وحين لم يجد الأخير أي لحلحة في موقف بن سلمان قرر الهجوم عليه مجددا من خلال تسليط الضوء على جرائمه عبر الصحافة الأمريكية من خلال معارضيه. في رده على ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي أكدت وجود خلافات عميقة بين السعودية والإمارات خرجت للعلن، لم ينفي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأمر، واصفا الأنباء بأنها مبالغ فيها فقط. وفي تصريحات له من لندن أكد الأمير فيصل بن فرحان أن التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات مبالغ فيه، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الوطن السعودية. وقال الأمير فيصل بن فرحان إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك بلس تعكس النوافذ داخل التحالف، وأن المملكة تعتقد أن سياساتها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة. وأضاف: نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة. وزير الطاقة يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام. وزعم وزير الخارجية السعودي أن جميع القرارات في أوبك وأوبك بلس تتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء. كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك بلس يعكس ذلك التوافق، في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنطقة البلدان المصدرة للبترول أوبك ودول أخرى من بينها روسيا. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أوضحت في تقرير لها قبل أيام أن ملفي النفط والحرب في اليمن قد تسبب في تصاعد التوتر بين الرياض وأبو ظبي في إطار تنافس متزايد بين الدولتين الخليجيتين على المال والنفوذ.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن مستشار الأمن القومي شيخ طحنون بن زايد آل نهيان سافر مرارا وتكرارا إلى المملكة العربية السعودية للقاء زعيمها الفعلي الأمير محمد بن سلمان، لكن ذلك فشل في تخفيف التوترات. وكشفت المصادر أنه في مناسبة واحدة على الأقل بعد قمة كانون الثاني يناير في أبو ظبي لم يتمكن الشيخ طحنون من تأمين لقاء مع ولي العهد السعودي. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء إن زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية مع تحسن العلاقات بعد عزلة تجاوزت 10 سنوات، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة. وجدد الوزير السعودي التأكيد على أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي، وأن الحوار مع دمشق ضروري خاصة لمعالجة الوضع الإنساني هناك. وقال للصحفيين في لندن: الحوار من أجل معالجة هذه المخاوف ضروري، قد يؤدي ذلك في النهاية إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وما إلى ذلك، لكن في الوقت الحاضر أعتقد أنه من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر. وسوريا معزولة إلى حد بعيد عن بقية العالم العربي في أعقاب حملة دامية شنها رئيسها بشار الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه في 2011. علقت الجامعة العربية عضوية سوريا في 2011 وسحب العديد من الدول العربية مبعوثيها من دمشق، لكن الأسد استفاد من تدفق الدعم من الدول العربية في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير إشباط والذي أودى بحياة آلاف السوريين. استضافت الجزائر أول قمة عربية منذ ما قبل جائحة كوفيد 19 في نوفمبر تشرين الثاني، غير أن دمشق لم تشارك بعد أن فشلت الدولة المضيفة في إقناع الدول العربية الأخرى بإنهاء تعليق عضوية سوريا. بعد شهرين فقط من انتقال النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي والاستقرار برفقة عائلته في المملكة، نشرت جورجينا عارضة الأزياء وصديقة رونالدو عبر حسابها في انستغرام مقطع فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان العربية. وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجيا بتطبيق الترجمة من جوجل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية. وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية. يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، 2 من جورجينا و3 من أم أخرى، ولكن بعد شهرين فقط من انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي والاستقرار برفقة عائلته في المملكة استطاعتا فتياته أن تنطق بعض الكلمات العربية باللغة الفصحى بمنتهى الوضوح.